السلام عليكم الاخوه والاخوات، ارجو الله عز وجل تكونوا بخير على خير، تكونوا في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم جد مهم، فيديو اللي ممكن انه حزين نوعا ما. حنا دابا تقريبا 3 سنين وحنا كنعيشوا تحت واحد الضغط نفسي كبير بزاف، والناس بزاف متاذيه جسديا. هادشي اللي تشوفوه ممكن انه يكون شي حاجه انذاريه او انذار لما هو قادم وما هو مستقبلي. الناس المكذبين اللي ما بغاوناش نعرفوا الحقيقه شنو هي، دابا راهم مازالين مطلوقين احرار. اكبر عمليه نصب واكبر عمليه احتيال وقعت في التاريخ ديال البشريه هي اللي شفناها خلال هاد الثلاث سنوات هذه. كثير من المنابر الاعلاميه العالميه الرسميه اللي احتالت على بنادم. كيفاش احتالت على هاد الناس هادو؟ غتشوفوا معايا واحد القصه اللي هي حصريه، وهاد القصه هذه جايه من نفس واحد المنبر اعلامي حتى هو اللي كان ديما كيطبل ويبلبل على انه الناس خصها تمشي تجري باش دير شي حاجه اللي غادي تحمي بها راسها. الطريقه اللي كيخدم بها هذا الميتريكس ولا هذا النظام العالمي هذا انه كيبغي يتبرأ من الناس ويسلب كاع التهم من عنده ويغسل يديه بانهم غير ملطخه من الدماء ويكون بريء امام الجميع، ويقول لك شوفوا احنا راه كنقول لكم ها هما المخاطر، كنقول لكم ها شنو ممكن انه غادي يوقع، ولكن في نفس الوقت غادي نبيعوا لكم الوهم. اعتبرونا احنا كاملين اقويم او حيوانات او زريبه او دابه من الدواب اللي كاينه عايشه على الارض، انه الله كرمهم هما وخلاهم هما اسياد العالم واسياد الكون، وحنا يعني مجرد عبيد لهم. وهادشي هذا بالعكس، يعني الله عز وجل راه كرم كل واحد فينا وخلق المساواه، الا انه الشيطان استحوذ على هاد الناس هادو وخلاهم يخدموا لمصلحته، وخلى هاد الطبقيه هذه الطبقيه الغير عادله اللي كنعيشوا تحت السقف ديالها. شفتها واعتبرتها جد حزينه. يعني هاد الفتاه هذه واحد الفتاه اللي هي في سن الورد، يعني في سن الزهور كيف ما كيقولوا، اللي هي هدى. هاد هدى هذه بنت كانت عايشه عاديه، يعني الحياه ديالها كانت عايشها طبيعيه، كتمشي للمدرسه، عايشين في واحد البلاصه اللي هي مثلا بعيده على المدينه تقريبا 7 كيلومترات على البلاصه فين كتقرا. هادشي هذا ماشي مشكل فاش كيكونوا عندك رجيلاتك، فاش كتكون قادر على انك تمشي توصل للمدرسه وانها تلعب مع بنات صحاباتها وانها دير جميع الحاجيات ديالها المعتاده اللي كديرهم. كان يا مكان في يوم من الزمان جا واحد الحاجه اللي هي المرض زات العالم وخلات الشعوب ديال العالم كامله تولي مرتبكه وتولي كتخاف على الناس الكبار في السن وعلى الناس الصغار في السن، الناس اللي عندهم اميونيتي او اللي عندهم مناعه اللي هي ضعيفه وعندهم امراض اللي هي مستعصيه. هذا المرض جا وارعب القلوب ديال العالم كامل. الرعب هذا تروج ليه بواحد الطريقه اللي هي خطيره من طرف الاعلام او السرطان الاعلامي الرسمي اللي بدا من الغرب ودخل لجميع الدول وجميع البلدان. انه الشبكه الاعلاميه دي كامله العالميه الخيوط ديالها كلها مترابطه وسيدهم هو سيد واحد. للاسف في ذاك الوقت ما كانوش الناس بزاف كيتكلموا على الموضوع وعلى الامر. للاسف في ذاك الوقت اللي طاحوا فيه بزاف ديال الناس، يعني في واحد الفخ اللي هو كبير بزاف، كنتكلموش على الغالبيه ولا العامه. بزاف الناس يطلعوا يقول لك حنا درنا وما درناش وما وقع لنا والو. حنا ما كنتكلموش على اللي ما وقع عليه والو، اللي ما وقع عليه والو يحمد الله ويشكره ويقول بانه شكور لله عز وجل لانه حماه. انت ممكن انه تكون القصه ديالو بحال القصه ديال هذه الفتاه. وقت اللي هذه الفتاه هذه كانت ضحيه من الضحايا ديال هذا الاعلام، هذا الاعلام الزائف اللي كنعتبره انا مذنب وخاص المحاكمه ديالهم والمقاضاه ديالهم، لانهم روجوا لشي حاجه اللي ما كانوش عارفين شنو هما الاسباب ولا الاخطار ولا الاضرار ديالهم، وناس غير مؤهلين وناس ما عندهم حتى علاقه او دخل وغير مختصين كيتكلموا كيروجوا لشي حاجه اللي ديك الوقت كانت هي الحل ومفتاح النجاة للجميع. من قوه السدان اللي سدوا علينا، بقوه التخويف اللي خوفونا، بقوه الناس اللي ولاو الاعداد ديالهم كيدخلوا للسبيطارات وما كيخرجوش. حنا هادشي هذا ما خصناش نساوه. دوك الناس وانتم مراد بالنظريه ديال المؤامره. هل هذه نظريه؟ انتم والله الا انتم مغمضين لكم عينيكم. ممكن انكم اناس عايشين في واحد العالم اخر، عايشين في عالم اللي هو مليء بالاحلام ومليء بالاوهام ومليء بالكوابيس اللي غادي تجي مستقبلا، وممكن انكم تكونوا وحدين منهم او واحد في العائله ديالكم ممكن انه يكون ضحيه من هاد الضحايا هادو، لانه المستقبل مازال مخبي لنا بزاف ديال الحوايج. هذا الفيديو هذا لهاد الفتاه هذه باش القصه ديالها وهاد المعاناه هذه اللي طاحت فيها توصل للناس، توصل للعامه. من بعد ما كشفوا الناس الستار والواجهه ديال الحل شنو هي اللي غادي تكون، الحل كان في واحد الحقنه اللي خرجت بواحد السرعه اللي هي كبيره. من البدايه ديال المجال الطبي ما كانت شي ابره او شي حقنه كتعطى للناس او كانت توافقت بانها تعطى لعباد الله. على الاقل كانت كتكون من 10 سنين حتى ل 15 سنه ديال الاختبارات السريريه اللي كانت كتكون والمراقبه والمعاينه وتحري جميع الاضرار وجميع المخاطر على جميع الصفات وجميع الاجناس. يعني كيف ما بغى كل واحد، يعني خاصها تدار على واحد الشريحه اللي هي كبيره بزاف من الناس باش من الممكن انهم يعرفوا شنو كانوا غادي يكونوا الاعراض الجانبيه ولا كيفاش ممكن انها كانت غادي تسبب مثلا في اخطار لعباد الله. وهذا الشيء كامل من غير ما نتكلموا على التقنيه الجديده
اللي تستخدمت، ماشي التقنيه الكلاسيكيه اللي هي التلاعب بالامراني. والتقنيه هذه اللي مالون فاش خرجها قال لهم يعني هذا مكتشف التقنيه كانت لمجرد استخدامها للاحصنه فقط، يعني للحيوانات ماشي للانسان. ولكن يعني نوعا ما شافوا بانه ممكن بنادم تقريبا، يعني حنا مثلا هاد الغويم هادو يعني ما كانش شي فرق كبير يعني عندهم هما ما بيننا حنا وما بين الاحصنه وحتى الحمير زعما، يعني كيشوفونا بحال هكا. هادشي علاش ممكن انهم عطاونا هادشي هذا من غير دراسه. هاد البنت هذه بحالها بحال سكان العالم كامل، شافت هذاك الشيء بانه غادي يكون واحد الحل وغادي تكون واحد الحمايه ليها وحمايه للاقارب ديالها وحمايه للناس اللي كتحبهم. يعني النيه ديال الناس نيه صافيه. حنايا كلنا تقنا في هذا الشيء هذا وتقنا في هذا المخطط هذا بالطريقه اللي تقدم ليها هذا المنتوج هذا. اللي مشات دارت ليبرا، دارت الحقنه، من بعد مرور يعني بضعه ايام تقريبا وهي البنت ولات كتفقد الاحساس برجليها، يعني مابقاش كتحس برجليها حتى وصلت الوقت بانه صافي مشى ليها الاحساس الكامل، وقع ليها التشلل النصفي من الوسط، ما بقاتش كتحس بحتى حاجه. والحاجه الوحيده اللي دارتها الشهاده ديال ماماها وباباها، قالوا بانهم يعني الحاجه الوحيده اللي دارت هي انه مشات ودارت هذيك ليبرا. غادي تكون واحد المواطنه صالحه في المجتمع ديالها، ولكن ما كانتش عارفه بانه اللي مدسوس في داك الشيء في حاجه اللي تسببت لها في شلل نصفي ودمرت لها الحياه ديالها. اللي معظم الاطباء ما كنتكلمش على كل شيء، كاينين اطباء اللي هما نزهاء وعارفين شنو كاين، متخوفين ولا كيتخوفوا بانهم يقولوا بلي راه هذيك هي اللي سببتها. كاينين ضغوطات من جهات عليا، يعني ما يمكنش انك تجي وتقولها، ممكن انها تسلب ولا تسحب منك الرخصه ديال الطب ديالك. هذه ابسط حاجه اللي يمكن انهم يديروها. الا مشيتي حتى اعترفتي باللي راه هي اللي دارت لك ولا هذيك الليبرا هي اللي سببات مثل هذه الفتاه هذه، سببت لها الشلل النصفي هذا. وكثير من الناس يعني حنا عارفين بزاف ديال الناس اللي ماتت، الناس اللي تجلطات، الناس اللي وقعوا لها سكتات، اللي ازمات قلبيه، سكتات دماغ، هادشي هذا كامل كله كاين. كتشوف واحد المثل اللي هو حي قدامك ومازال كيعاني، مازال ما بغاوش يعترفوا بانه راه هذاك الشيء هو اللي سببه، ومازال ما بغاوش يتعطاو ليها التعويضات ديالها، التعويضات اللي ما عمر تعويضات غادي يكونوا ولا غادي يعوضوا الرجل ديال الفتاه هذه، ولا انهم يتكفلوا العلاج ديالها. انه الاب ديالها صافي هز يديه الفوق وقال بانه ما بقاش قد انه يعني يواكب هذوك المصاريف، انه المصاريف هلكاتهم وهما ناس على قد الحال. يعني هذا الشيء هذا كامل الاخوان خصنا ناخذوه اندر كونسيدريشن كيف ما كيقولوا، ناخذوه في عين الاعتبار. في هذا الوقت هذا مازال نفس المجلات الاعلاميه كيقولوا كيبينوا بحال هاد الحالات هادو ديال هاد الفتاه هذه ديال الضحيه هذه، وفي نفس الوقت كيقول لك سير دير المدعمه، سير دير المدعمه. فواش ما كتشوفوش من هنايا، واش ما كتشوفوش بانها راه محاوله ديال استغباء الشعوب؟ واش انت كتجي كتوريني يعني الناس كتموت، الناس كتعطب، الناس كتعوق، يعني اعاقات دائمه، يعني اعاقات اللي ممكن انها تكون مستعصيه، وممكن انه الله يستر. انا كنتمناو ادعو لله عز وجل الشفاء لهذه الفتاه هذه معها كاملين، وحاولوا انكم توصلوا القصه ديالها، على الاقل يتكلفوا بالمصاريف ديال العلاج ديالها، على الاقل يخليوها تمشي وتكمل الدراسه ديالها اللي تحرمات منها، لان المدرسه 7 كيلومتر كيفاش غادي تمشي تقرا، يعني تحرمات من الكثير من الاشياء. شوفوا المخلفات ديال شي حاجه اللي بعض الناس الله يهديهم مازالين جالسين وكيدافعوا عليها وكيقولوا باللي لانهم كانوا من ناجين، يعني ما عندهمش المشكل، كيعتقدوا بانه كلشي بحال. من هنا خصنا نتعلموا بانه راه كاينين الاضرار، وخصنا نتعلموا بانه هذا الاعلام الزائف هذا راه كيبيع لنا الوهم، وفي نفس الوقت كيقول بانه الناس كتعطب. التناقض هذا انا ما بغاش يتفهم ليا. يعني انت كتوريني يعني هذه الحاله هذه، وفي نفس الوقت كتكتبها الفوق كتقول سيروا ديروا ما توقفوش، ديروا الدائمه. المرحله القادمه خصنا نكونوا عارفين الاحداث، خصنا نكونوا مواكبين الاحداث، خصنا ما نحبسوش. هما ما حبسوش، يكونوا ما عيشوش نتوما من هذا الفيلم هذا، ما حدهم هما كيهاجموا بكل شراسه. شوفوا المنابر الاعلاميه الرسميه دابا شنو وعلاش كيتكلموا. خلال هذه القناه هذه حنا كنحاولوا اننا نوصلوا واحد الرساله اللي ما كتوصلش ولا ما كيوصلوش لنا هذه المنابر الاعلاميه الرسميه، لانه اي حاجه رسميه فغادي تكون خدامه غير المصلحه ديال الاجنده ديالهم. من بعد 2019 هذاك الشيء الرسمي كلو نساه. ما ستعيشه البشريه من هنا ل 2030 فهي واحد الحرب غير مباشره، ولكن خصنا نكونوا مستعدين مستعدين بالدعوات ديالنا، ومستعدين بالمعرفه والنوليدج. لما كانوش عندنا الاسلحه هذو فممكن اننا ما نكونوش من الناجين. قناه اعلاميه رسميه صينيه دابا كتكلم كتقول باللي انه 600 مليون، حنا كنتوقعوا كيقولوا باللي كيتوقعوا 600 مليون حاله اللي غتكون عندهم في الصين. بزاف ديال الدول غادي تغرق الحدود ديالها على اي واحد اللي جاي من الصين، ولكن هادشي هذا ما كينطبقش على الدول الاخرين. الدول الاخرين بطبيعه الحال اللي متبنيه هاد الاجنده هادو
فاتحه الحدود ديالها، كتقول لهم جيبوا لي البي سي ار بلي راك مثلا بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كنتي بوزيتيف راك ما غاديش تدخل. ولكن كنعرفوا بان هاد الحالات هادو يمكن ما كيبانوش يعني النهار الاول ولا الثاني. هذا المتحور هذا اللي ما تماتش الدراسه ديالو بما يكفي ما كيبانش، ممكن انه ما كيبانش خلال الايام الاولى لانه يكون نائم داخل الجسم. يعني فاش غادي تدخل ذاك البلد اللي سمح لك انك تسافر، وممكن انك تسافر لبلد اخر من تما. يعني هنايا قضيه راه حامضه بزاف. كاينين جوج ديال الحوايج، يا اما غادي يدخلونا في الخوف، يا اما غادي يدخلونا في التوتاليريزم. يعني صافي غادي يكون هذاك التحكم الشامل، وخصهم ضروري انهم يرجعوا هاد الباسبورات هادو، خاص غادي يدعيو باللي هذاك هي الحل والطريقه الوحيده اللي ممكن اننا نعرفوا منين جاي الشخص. ارجو الله عز وجل الشفاء لكل متضرر، ارجو الله عز وجل انه الناس تفيق. اللي جاي خصنا نكونوا عارفين المعالم ديالو. ندعيو مع الفتاه هذه بالشفاء، ونكونوا تعلمنا واحد الدروس اللي ممكن انها تفيدنا مستقبلا. المتطفلين على القناه كينساو اي حاجه اللي متعلقه بالفيديو بالموضوع ديال الفيديو. قبل ما نسالي لكم هذا الفيديو هذا غنديروا شي حاجه اللي هي ممكن انها تكون فاني شويه، يعني مضحكه. اللي كسيدي انا كندير تورك اللوجه، وكندير العكر الشنيف ديالي. دابا خليتي علاش كنهضر انا كاع هادشي هذا كامل اللي كنهضر عليه، وكتشوف ليا في وجهي وكتحسس وكتدقق ليا في شنايفي. سبحان الله العظيم، سبحان من خلقكم والله. ولكن غادي نوريكم دابا. ها انتم، ها فين هو، ها 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 فين هو؟ قلت ليبستيك اصاحبي. والله الا حشومه عليكم بالله، والله الا انتم اناس مقرفين. انتم هما الحشرات اللي خربتوا المجتمعات للاسف، طيحتوا الدل على الرجال وعلى العيالات، الناس اللي عندهم مبادئ وقيم. سبحان الله العظيم. ارجو الله عز وجل تكون الرساله ديال الفيديو تكون وصلت. تهلاو لي فراسكم، كنبغيكم كاملين والله. نواكبوا الاحداث وغادي نكملوا ان شاء الله، والحقيقه غادي تبان في الاخير، وغادي يتعاقب اللي خصو يتعاقب. تهلاو لي فراسكم كيف ما كنقول لكم ديما، حاجه ستيفري وسير على الله.